هنعمل مخلل الزيتون الأخضر التفاحي الجميل اللي بيفضل مقرمش من السنة للسنة من أول واحدة لآخر واحدة. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض الزيتون المخلل بالخلطة، طعمها تحفة وطريقته سهلة جدا وكمان ما بياخدش وقت خالص في التخليل. إن شاء الله هنعمله مع بعض بأحلى طريقة، وهنشوف كل الأسرار بتاعته وإزاي نجهز البرطمانات والخلطة الحلوة بتاعته وإزاي نظبط الملح بتاعه علشان نعمل أحلى زيتون مخلل يقعد معانا مقرمش من السنة للسنة. اول حاجة هنجيب الزيتون نغسله كويس، وانا جبت الزيتون التفاحي علشان بيكون فيه كمية لحم كبيرة وبيكون شكله مدور بالشكل ده. وهبدأ افتحه وهعمل في كل واحدة 4 شقوق كده بالسكينة. انا ما بنقعش الزيتون لان لو نقعته في المية وهو متشقق كده هيسود وياخد لون مش لطيف، ولو نقعناه وهو سليم يبقى ملوش لازمة ننقع اصلا. فاحنا هنخلله على طول كده وهيطلع حلو جدا، ما تقلقيش خالص، بس تابع معايا الفيديو للاخر علشان تشوفي كل التفاصيل. وبنفس الشكل كده هشقق كل الزيتون لحد الكمية كلها ما تخلص. كده خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي، شققت كل الزيتون اللي معايا وهنبدأ نعمل الخلطة الحلوة بتاعتنا. ودلوقتي هقولك مقادير الخلطة بتاعت كل كيلو زيتون. لكل كيلو زيتون هنحتاج ربع كيلو جزر مبشور، ربع كيلو فلفل متقطع طرنشات، والفلفل الحامي ده طبعا على حسب الرغبة. لو بتحبوا الفلفل الحامي وبتحبوا المخلل بتاعكم يبقى مشطشط شوية هتزودوا عن كده، ولو مش بتحبوا الحامي حطي على الأقل 3 أو 4 قرون كده بيدوا طعم حلو أوي للزيتون. وهنحتاج معلقتين كبار فلفل أحمر مفروم وفصين توم شرايح. بعد كده هنحتاج معلقة صغيرة من حبة البركة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة حب، معلقة صغيرة كركم، وطبعا الخضار بتاعنا كله يبقى مغسول، ومعلقتين زيت يدوا لمعة حلوة كده للزيتون بتاعنا. لو عندك كرفس حطي كمان حزمة كرفس معاهم، بيدي طعم حلو قوي. نقلب الخلطة الجميلة دي كلها مع بعض كويس، والخلطة دي كده ريحتها تحفة، بتخلي الزيتون طعمه حلو قوي وهي كمان بيكون طعمها حلو قوي في الأكل. والمقادير اللي أنا قلتها لك دي مقادير كيلو زيتون، لو هتضعفي كمية الزيتون يبقى هتضعفي كمية الخلطة. ونصيحة تلبسي جوانتي وانتي بتقطعي الفلفل الحامي علشان الحرقان بتاع الفلفل. بعد كده هجيب البرطمان بتاعي يكون نضيف ومتعقم كويس، وبنعقم البرطمان بتاعنا بشوية مية مغلية وعليها شوية خل، نرجهم كويس في البرطمان ونفضيهم ونسيبه ينشف. وهحط فيه طبقة من الخلطة الحلوة دي وعليه طبقة من الزيتون، ونكرر نفس الخطوة دي، نحط طبقة من الخلطة وطبقة من الزيتون لحد ما املى البرطمان بتاعي واكبسه كويس جدا. زي ما شفنا لحد دلوقتي مفيش اسهل من كده. وفي الوقت ده بنكون مجهزين مية مغلية ونسيبها تبرد علشان نعمل بيها المحلول الملحي. شكله حلو قوي وكمان طعمه حلو جدا جدا. كل المكونات اللي في الخلطة بتديله طعم وريحة تحفة. ودلوقتي هنجهز المحلول الملحي اللي هنحطه للزيتون، عبارة عن لتر مية بنغليها ونسيبها تبرد، ولما تبرد هنضيف لها ربع كوباية خل أبيض ونص كوباية عصير ليمون، نعصره في عصارة الليمون مش في الخلاط علشان ما يعملش مرارة، و4 معالق كبار مليانين على الآخر ملح. ونخلي بالنا كويس من مقدار الملح علشان لو الملح قل بيخلي الزيتون يطرى ويتهري، ولو زاد هيبقى حادق قوي. ومعلقة صغيرة من السكر بتبقى مادة حافظة وكمان بتخلي الزيتون يفضل مقرمش. هقلبه تقليبة حلوة وادوب كله مع بعضه، وهاخد من المحلول ده واحطه في البرطمان بتاعي. ولو احتجت تاني محلول ملح هنعمله بنفس الطريقة ونفس المقادير، لتر المية المغلية ونسيبها تبرد وعليها 4 معالق كبار مليانين ملح، معلقة صغيرة سكر، نص كوباية عصير ليمون، وربع كوباية خل. وهنفضل نحط من المحلول الملح بتاعنا كده لحد ما الزيتون يتغطى، بس ما نملاش البرطمان على الاخر، نسيب حتة كده في البرطمان فوق فاضية علشان تاني يوم هتلاقي المية بتزيد وبتقع من البرطمان. بعد كده هنجيب قشر الليمون اللي عصرناه في الاول وهحطه على وش الزيتون، هنحطه كده على الوش علشان يحفظ لي المخلل بتاعي وهو كمان بيتخلل وبيبقى طعمه حلو قوي. واخر حاجة هحط طبقة حلوة كده من الزيت، ودي بقى بتمنع الهواء خالص انه يدخل البرطمان للمخلل، بتحافظ على المخلل بتاعي يفضل جميل كده مفيهوش اي ريم او يسود لا قدر الله. وهقفل البرطمان بتاعي، بحط في الاول كيس بلاستيك قبل ما اقفل بالغطا علشان يحبس كويس على الزيتون وما يدخلوش اي هواء،
واقفل الغطا كويس جدا واسيبه بقى من 20 يوم لشهر، وتاكلي احلى زيتون ان شاء الله. جربوه بالطريقة دي وما تنسوش تدعولي. ولما الزيتون يستوي ونبدأ ناكل منه، هناخد بمعلقة نضيفة، واللي هيتبقى من اكلنا مش هنرجعه تاني في البرطمان، ونحط الزيتون في التلاجة علشان يعيش معانا فترة طويلة وما يتهريش. فيديو النهاردة خلص. لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي ياريت تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار بأي فيديو جديد. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.